يوم عرفه اللي هو يوم السبت اللي جاي ده يوم عمرك كله. فلو مش عارف تعمل ايه يعني في يوم عرفه، اعمل زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل في يوم عرفه. 4 اذكار كان بيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، 4 ادعيه كان بيدعي بيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، 4 اعمال كان بيعملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه. اقولهم لك واختار اقرب حاجه لقلبك واللي تقدر عليه واعملهم في يوم عرفه، وبكده انت كده استغليت يوم عرفه 100%. نبتدي بالاذكار. اول ذكر وده اكتر ذكر كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا جدا ان احنا نقوله في يوم عرفه، وهو كان سيدنا محمد بيقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ففي يوم عرفه قول الذكر ده 100 مره، وده كفايه اصلا انك انت لما بتقول الذكر ده ربنا سبحانه وتعالى بيديك اجر وثواب وحسنات اكنك انت رحت زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحررت 10 عبيد لوجه الله. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيشيل من عندك 100 سيئه انت عملتها وبيديك 100 حسنه انت. واصلا انت لما تقول كده في يوم عرفه، ويوم العرفه ده من 10 اوائل من ذو الحجه، فالحسنات والثواب بتتضاعف بشكل كبير جدا جدا جدا. تاني ذكر 1000 لا اله الا الله. ثالث ذكر 1000 صلاه على النبي. رابع ذكر واخر ذكر وهو 1000 استغفار. فيبقى الاربع اذكار هم 100 مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مش هتاخد من وقتك غير 5 دقائق بالظبط. 1000 صلاه على النبي مش هتاخد برده من وقتك غير 5 دقائق. 1000 لا اله الا الله هتاخد منك اقل من 5 دقائق. 1000 استغفار لو استغفر الله العظيم هتاخد منك برده 5 دقائق. يعني الاذكار مش هتاخد منك غير بس اقل من نص ساعه، وانت عندك يوم عرفه طويل جدا وكمان بيكون اجازه. ولو شايف ان 1000 لا اله الا الله و1000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم و1000 استغفار يعني كتير عليك، بص حاول انك انت تقول 500 لا اله الا الله و500 صلاه على النبي و500 استغفار. حاول انك انت ما تقللش اكتر من 500. الادعيه بقى كان من اكتر الادعيه اللي كان بيدعي بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده اول دعاء كان بيدعي بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ده الدعاء برضه كان بيدعي بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي يوم عرفه ادعي ربنا سبحانه وتعالى بالدعوه اللي نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يعملها لك. يوم عرفه ادعي بكل حاجه انت نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يعملها لك. ادعي بالدعوه اللي انت بقالك كتير عمال تدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى ولسه لغايه دلوقتي مش حصلت. لو انت عاوز تبتدي تكتب من دلوقتي في النوت اللي عندك على التليفون ايه هي الادعيه اللي انت تدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفه، بجد انا اشجعك انك انت تعمل كده، وانا هعمل على فكره زيك، لان يوم عرفه ده دعائك بيكون فيه مستجاب 100%. عاوز اقول لك ان الصحابه كانوا حرفيا كان بيخزنوا كل دعواتهم اللي هم عاوزينها علشان يجي يدعوا بيها في يوم عرفه، لان الدعاء في يوم عرفه بيكون مستجاب 100%. الاعمال بقى اللي تعملها في يوم عرفه، عندك اول عمل وهو انك انت تصوم. طبعا ما فيش طبعا كلام عليه، عشان انت عارف اللي بيصوم يوم عرفه ربنا سبحانه وتعالى بيسامحه على كل الحاجات الحرام اللي هو عملها، وبيغفر له كل الذنوب اللي هو عملها السنه اللي فاتت كلها، وكمان السنه اللي جايه دي كلها. كمان انك انت تصوم يوم عرفه ده من اعظم الاعمال اللي بتعملها يعني في يوم عرفه. ولو انت حصلتك ظروف زي الحج خد نيه انك انت لو ما كانش جالك الحج كنت صمت يوم عرفه، ومن لطف ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيديك الاجر والثواب والحسنات اكنك انت بالظبط يوم عرفه، ويغفر لك كل ذنوبك السنه اللي فاتت كلها وكمان السنه الجايه، لان كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول انما الاعمال بالنيات. تاني عمل في يوم عرفه صلي الصلوات الخمسه في وقتها، ولو تقدر وتعرف تصليها في المسجد تصليها في المسجد، وكمان تصلي السنن بتاعت الصلوات الخمسه اللي كان بيصليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو عندك في صلاه الفجر بنصلي ركعتين بس قبل صلاه الفجر، اما في صلاه الظهر فبنصلي 4 ركعات قبل صلاه الظهر، بتصليهم ركعتين وتسلم، وتصليهم كمان ركعتين وتسلم، كده الاربع ركعات. بعد ما بتخلص صلاه الظهر بتصلي ركعتين بس خفاف قوي. صلاه العصر مالهاش اي سنن. صلاه المغرب بعد ما تخلص صلاه المغرب بتصلي ركعتين بس. في صلاه العشاء بعد ما تخلص صلاه العشاء بتصلي ركعتين ودول ركعتين الشفع. وطبعا اوعى تنسى انك انت تختم بركعه الوتر، اللي هي دي من احب العبادات اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي ركعه الوتر. طبعا كمان تقول الاذكار اللي بتتقال بعد الصلاه، اللي هي سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره، لا اله الا الله 33 مره، ومره واحده بس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وطبعا تقول ايه الكرسي. ثالث عمل بقى تعمله في يوم عرفه وهو انك انت تتصدق. فلو محوش حاجه من مصروفك تصدق بيها، وهو هتنسى ان ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون. وعاوزك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك قوي قوي انك انت بتتصدق حتى لو باي مبلغ معاك من الفلوس. واوعى تنسى ان الصدقه هي من اعظم الاعمال الصالحه الموجوده في الاسلام. فدول اعظم اعمال تعمله في يوم عرفه. طبعا لو انت عندك اي عمل تاني حابب انك انت تعمله يا ريت طبعا تعمله وتقوله لنا في الكومنتات. طبعا انت عارف ان سيدنا محمد بيقول الدال على الخير كفاعله، فطبعا هتاخد الحسنات والاجر اللي هيعمل بالعمل ده. بس كده يا باشا، انت لو يوم السبت اللي هو اللي جاي ده اللي هو يوم عرفه قلت الاذكار دي ودعيت بالادعيه دي ودعيت ربنا سبحانه وتعالى باي حاجه انت نفسك بيها وعملت الاعمال دي، فانت كده استغليت يوم عرفه اللي هو يوم عمرك كله، استغليته 100% واستغليته صح قوي، وعملت زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في يوم عرفه. اوعى تنسى ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول الدال على الخير كفاعله، فخليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده. واخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.